أهلا بحضراتكم. النهاردة معادنا مع قصقوصة جديدة من سلسلتنا قصقوصة من التاريخ. يلا بينا نشوف قصقوصة النهاردة. يلا على بركة الله نبدأ. سنة 1873 اتولد مصمم السفن ورجل الأعمال الأيرلندي توماس أندروز صاحب سفينة تايتانيك. سفينة تايتانيك تاني أشهر سفينة في التاريخ بعد سفينة سيدنا نوح عليه السلام. لما اتبنت سفينة تايتانيك كان يوم المعجزة الهندسية ويوم الإعجاز البشري في مجال الملاحة البحرية. سفينة تايتانيك كان طولها حوالي 269 متر وعرضها 200 متر وعمقها حوالي 18 متر، وكانت تتسع لحوالي 2435 راكب، والطاقم بتاعها مكون من 885 فرد. تاني أشهر سفينة في التاريخ غرقت في أول رحلة ليها في البحر. لما نزلوا سفينة تايتانيك أول مرة في مياه المحيط عشان تقوم بالإبحار في أولى رحلاتها، اتجمعت الصحافة عشان تغطي الحدث الجلل والعظيم ده، واتجمعت ناس كتير عشان تتفرج على السفينة العظيمة دي. ولما واحد من الصحفيين سأل صاحب السفينة توماس أندروز عن قوة وأمان السفينة تايتانيك، رد توماس برد غريب وقال إن السفينة دي غير قابلة للغرق، حتى الله نفسه لا يستطيع إغراقها، معاذ الله. وفي يوم 10 إبريل سنة 1912 أبحرت السفينة الإنجليزية تايتانيك في أولى رحلاتها من مدينة لندن لمدينة نيويورك. وفي ليلة 14 إبريل سنة 1912 وبعد 4 أيام من انطلاقها اصطدمت تايتانيك بجبل جليدي وغرقت بالكامل بعد اصطدامها بساعتين و40 دقيقة، ومات طاقم السفينة تايتانيك، ومات صاحب السفينة توماس أندروز وحوالي 1517 راكب على السفينة. ووقتها عرف توماس أندروز أن الله يستطيع. لحد هنا وخلصت قصة توماس أندروز وقصة السفينة تايتانيك. المهم تعال بقى أقولك على الفكرة من قصقوصة النهاردة. كل المعاصي اللي احنا بنرتكبها في كفة وسوء الأدب مع الله في كفة تانية. ربنا سبحانه وتعالى بيمهل العاصي لدرجة بتخلينا نستغرب من حلم ربنا ورحمته على العصاة. لكن سبحان الله مفيش مرة سمعنا عن حد أساء الأدب مع الله ونجا، بداية من النمرود لفرعون، مرورا بقارون وعاد وثمود وقوم لوط. هي سنة الله في خلقه. مفيش حد أساء الأدب مع الله إلا وربنا خلى الناس تشوف فيه عجائب قدرته. حتى رئيس البرازيل السابق تانكريدو نيفيز لما أساء الأدب مع الله وقال في حملته الانتخابية لو حصلت على 500 ألف صوت حتى الله لن يستطيع إزاحتي عن كرسي الرئاسة. وبالفعل حصل على أعلى من 500 ألف صوت، وقبل تنصيبه بيوم أصيب بمرض معدي ومات بعد شهر، وما قعدش ولا يوم واحد على كرسي الرئاسة. سبحان الله، هي حكمة الله وهي قدرة الله. أعظم منازل الأدب يا جماعة هو الأدب مع الله، والإنسان اللي بيسيء الأدب مع الله عمره ما هيكون في يوم مؤدب مع حد. وهنا وصلنا لنهاية قصقوصة النهاردة. لو القصقوصة عجبتكم دعمونا بلايك وشير واكتبوا تعليقاتكم يا جماعة، تعليقاتكم بتسعدنا جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة يلا اشتركوا عشان نجيلكم تاني بقصقوصة جديدة. يلا سلام.